السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايلكم بفيديو جديد ويوم جديد ان شاء الله يعجبكم. لسه ما اشتركش في القناة كده ينزل يشترك ويفعل علامة الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من يوميات هناء. النهارده بقى هعمل لكم كبيبة او كفتة الرز زي ما بتسموها، من غير لحمة ولا جمبري، بطريقة سهلة خالص مش مكلفة. هنجيب كده يعني قيمة كيلو من الرز كده وننقعه لمدة ساعتين، وبعدين هنصفيه كويس وننشفه. بنحطه كده على قماشة كده ونسيبه في الشمس شوية، ونقطع عليه كده الخضرة الشبت والكزبرة، وبعدين بنبدأ نفرمه كده في المطحنة بتاعة الخلاط. مش بنفرمه ناعم قوي كده، يعني زي ما انا بوريهولكوا كده، يعني يبقى فيه حاجة خشنة كده بسيطة، مش بيبقى الناعم اللي هو زي البودرة كده، لا، بيبقى خشن شوية. هنا بعد انا بقى ما فرمت كمية الرز اللي عندي كلها مع الشبت والكزبرة، هجيب حبيتين بطاطس كده بقطعهم وبسلقهم كويس، وبعدين بقشرهم بعد ما يتسلقوا. ومعايا كده بصلتين كبار مبشورين ناعم، ومعلقة توم مفروم. وهنا هستعمل بصلتين كمان كده سلام، ومعايا طماطم مفرومة. انا هاخد بقى البصل بالثوم بالبطاطس دي بقى ههرسها الاول وهلخبطهم كلهم على بعض. هي مش مكلفة خالص بس طعمها حلو اوي، هتعجبكم ان شاء الله. معايا بقى حلة على النار كده، هستعمل بقى البصلتين اللي هما اللي مش مفرومين، هقطعهم كده في الحلة هنا، وبعدين احط عليهم شوية زيت. قطعتهم كده كويس، وبعدين بقى حطيت عليهم، نزلت عليهم بالزيت ومولعه النار طبعا. سموها بقى، هي المفروض تبقى اللي هي الكوبيبة دي بنعملها اللي هي من غير لا لحمة ولا جمبري، اللي هي بالبطاطس، وفي ناس بيقولوا عليها كفتة رز. شوفوا انتوا عندكم بقى بتقولوا عليها ايه. قطعت كده كمان فلفل الوان حتت صغيرة كده، والبصلة كده تاخد لون بس كده يا دوبك تصفر كده، وهنزل بالطماطم بتاعتي متصفية. كده تمام بقى، هبدأ احط الطماطم. حسيت ان هي لسه عايزة تاخد لون شوية فسبتها تاني. نزلت بقى بالطماطم بتاعتي مصفياها. انا عملت كده قبل كده معاكم الكبيبه الغمراء اللي هي باللحمه، لسه بقى هعمل لكم اللي هي بالجمبري ان شاء الله، ودي اللي هي بقى من غير لحمه ولا جمبري. حطيت بقى البهارات والملح، وهسيبها بقى تتسبك كده مع نفسها كده، واغطي عليها واروح اعمل بقى ايه الخلطه اللي انا مجهزاها. هنا الرز بقى اللي انا فرمته مع الشبت والكزبره، هحط عليه ايه البصل المفروم ومعلقه الثوم المفرومه، والبطاطس هرستها كده زي ما قلت لكم اللي هي مسلوقه. هنا كنت بحط البهارات والملح. وهعجن كل الكلام ده بقى مع بعضه كويس لحد ما يتكون كده عجينة معايا.
ولو لقيتها لسه ناشفة كده شوية بنحط لها ربع كوباية مية وانت بتعجنه كده. هنا احتاجت معايا فعلا ربع كوباية مية برضو لما وصلتها لكده. تاخدوها بقى تشكلوها الاشكال اللي انتوا عايزينها بقى وتتعمل معاكم، بتبقى حلوة اوي، جربوها ان شاء الله تعجبكم. هنا بقى الطماطم بتاعتي كده هزودها مية، اتسبكت شوية احط لها مية كده بقى اللي هينزل فيها الكبوبة او الكفتة دي بقى، واسيبها مع نفسها تغلي تاني على لما اخلص بقى اصبع الكبوبة اللي معايا. متنسوش بقى لو وصلتوا معايا لحد هنا تصلوا على النبي، واللي لسه مشتركش في القناة ينزل يشترك ويفعل علامة الجرس. هنا بقى هجيب صينية عشان اشكل عليها، ومعايا كده شوية من الزيت. ايدي كده، الايد اللي احنا بنشكل بيها كده بندهنها زيت، وبعدين نمسك الحتة اللي هنشكلها عشان ما تلزقش في الايد كده. تعملها بقى الاشكال اللي انت عايزاها بقى، والصينية برضو تكون مدهونة زيت. خلصها بقى وارجع لكم تاني. كده خلصت الكمية كلها بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. عملت شوية كده طويلة وشوية مدورة. هنا معايا زيت بقى كده في طاسة على النار، احنا بنقليها كده الاول وبعدين بنحطها في قلب الصلصة اللي احنا عاملينها دي، وممكن تتحط برضو من غير ما تتقلى خالص، بتبقى حلوة. انا هعمل نص كده ونص كده، الاتنين في حلة واحدة، يعني هعمل شوية هقليهم وشوية مش هقليهم، عشان في بيحبها كده وفي بيحبها كده، حسب بقى ما انتوا بتحبوا. هي ما تكلفتش حاجة معايا خالص، يعني البطاطس بس والطماطم، كل حاجة تانية من البيت. بحمرها كده تحمير خفيف، وبعدين بقى تبرد شوية بقى وبننزلها في قلب الطماطم. اللي بتاخد لون كده بطلعها. هنا كنت خلصت كمية ولسه الباقي. هنا حطيت بقى الكمية اللي انا حمرتها هنا الاول، لونها بيرجع يفتح تاني ما تتحط في الطماطم. بنسيبها بقى في قلب الحلة لما تستوي خالص خالص كده، تحطوا المعلقة فيها تحسوا ان هي استوت بقى والمية بتاعتها بتتقل كده، لما تبدأ تتقل تعرفوا ان هي استوت. انا حمرت نصها وحطيت الباقي مش متحمر. هنا بقى بدأت تدخل في سوا، لو انتم ملاحظين المية تقلت خالص، هنا كانت قربت خلاص تستوي.
هنا كنت بشوفها كان فاضل لها حاجة بسيطة وخلاص بقى تستوي. خلاص هنا خلاص بقى انا غرفتها استوت ما شاء الله، طعمها وريحتها كانت جميلة قوي. حطيت كده الشوربة بتاعتها كده في حاجة لوحدها، هي اصلا بتبقى شاربة منها يعني. ولا فيها لحمة ولا جمبري، دي حبيتين بطاطس بس. كانت لسه سخنة مولعة نار، بس كانت جميلة جميلة قوي ما شاء الله. متنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، ولسه مشتركش في القناة ينزل يشترك. هنا بقى الباقي بقى انا غرفت شوية ولسه الباقي في الحلة كده بسيبته. بعد ما اتغدينا بقى وخلصنا رحنا بقى فين، كان العصر بقى خلاص بعد العصر كده رحنا الارض بقى، رحنا لغاية هناك بقى اوريكم بقى الاجواء كده شكلها ما شاء الله. ده الفول، ده فول بقى لسه ما طلعش، ان شاء الله ما يطلع بقى اروح اصور لكم هناك واحنا بنجيب الفول ده. لسه الفول ده بادئ يطلع كده، لسه بقى قدامه شهر ولا اتنين كده على ما الفول يطلع. حلو كده الجو النهارده، الشمس كده طالعه، قلت نروح نتمشى شويه. ده كرومب بقى بس لسه برضه كرومب لسه ما صغير. الجو هناك هدوء كده، هدوء مفيش دوشة وما شاء الله، والشمس طالعة كده حاجة تانية خالص. ده شجر الجوافة بقى بس مش معادها دلوقتي نشفت، كل ده شجر جوافة كده. ده بقى توم بس لسه اخضر بقى، لسه بدأ يطلع كده. النخل بقى الجميل ده لسه صغير. ده كمان فول اهو.
لسه النخل ده كله صغير. هنا طلعنا بقى على الطريق بقى، هنا الطريق القطر. بوريكم بقى الطريق كده، ده كله نخل وشجر كده ما شاء الله. شفتوا الشمس بقى ما شاء الله. كنت كده اصور لكم في الشجر والنخل على ما القطر يعدي كده عشان اوريكم القطر. بوريكم الطريق بقى بتاع القطر كده قبل ما يعدي. الشمس بقى وقت الغروب ما شاء الله شكلها جميل. انا سمعت صوت القطر بقى نزلت بعدت بقى جريت بعيد. اهو القطر ظهر اهو. ان شاء الله يعجبكم الفيديو، متنسوش بقى الاشتراك واللايك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. اشوفكم على الف خير، مع السلامة.